نروح سيدنا بقى للسؤال اللي الناس منتظراه. بابا نويل هو القديس نيقولاوس. طب مين هو القديس نيقولاوس؟ القديس نيقولاوس طبعا ده شخصية حقيقية، ده أسقف في الكنيسة. القديس نيقولاوس حسب قصته الموجودة في السنكسار، نرجع اليوم 10 كياه موجودة قصته. والده كان اسمه إبيفانيوس، والدته اسمها تونا. ما كانوش بينجبوا لمدة طويلة، وصلوا سن متقدم يعني، لكن ببركة الصلاة والإيمان ربنا اداهم طفل سموه نيقولاوس على اسم عمه. كان له عم أسقف اسمه نيقولاوس. وكلمة نيقولاوس كلمة يوناني معناها ناصر الشعب. ناصر الشعب. لاؤس بكلاؤس صغار، لاؤس يعني الشعب. نيقولاوس يعني ايه؟ ناصر ايه؟ الشعب. ربوه طبعا تربية مسيحية جميلة، غرسوه في الكنيسة من الطفولة، لأن المسيحية روح تسقى مع اللبن. المسيحية مش كليريكية، مش لا، دي روح تسقى مع اللبن. والنقش على الحجر حلو قوي العبارة جدا. روح تسقى مع اللبن اللي هو النقش على الحجر، بس أنا أحب أقول روح تسقى عشان الأم وهي بترضع طفلها بترتل، بتقول لحن. يعني إحنا في مصر مثلا أي أم في مصر هنا وهي بترضع ابنها أو بتنيمه تقول له هو هو يا رب تنام، مش كده؟ هو هو دي أصلها هوسي إيروف، لحن الهوسي الثالث في التسبيحة. أمهاتنا زمان كانوا حافظينه، ولقوا إنهم يحطوا الطفل كده تمشوا بيه في البيت قبل ما يخلص اللحن يكون إيه؟ نام. يعني حتى الحاجات البسيطة اللي الأمهات بتقولها لأولادها طبعا هو ضاع منهم اللحن في الإيه؟ بس فضلت كلمة هو، لكن أصلها هوسي إيروف. الحاجات البسيطة دي اللي بتكون الشخصية بالظبط كده، لأن الوجدان بيتكون قبل العقل. الوجدان قبل العقل. الوجدان يعني مثلا ايه؟ مثلا العقل يقول انها كنيسه واحده، كنيسه ماري جرجس زي ماري مرقس زي العذراء، بس ممكن الوجدان يقول انا احب اصلي في الكنيسه دي. العقل يقول نكون واحد، لكن الوجدان يقول الحته دي، مش كده بس. زي ما الانسان بيحب المنطقه اللي هو ساكن، اللي كان ساكن فيها، ده الوجدان. عقله يقول له دي بقت صغيره، دي بقت زحمه، دي بقت وحشه، وجدان يقول له بحبها. ده في نفس الكنيسه بحب اصلي جنب العمود ده، صح في الدكه دي. الله، ما العقل يقول له ما هي كلها ايه؟ واحد. لا فالوجدان بيتكون قبل العقل. عشان كده سيدنا الام اللي مثلا ما تهتمش قوي بالبيبي الرضيع تحضر بيه القداس، تاخده للكنيسه، نقول اصل عامل دوشه خديه واطلعي بره، يعني لا ده هو بيتشكل وهو طبعًا. مش فاهم. لان كنيستنا الارثوذكسيه ما فيهاش مسيحي مؤجل. في بعض الطوائف في مسيحي مؤجل. يعني ايه مؤجل؟ يعني ممكن في طائفه بتأجل معموديته لما يكبر ويفهم ويختار. ده مسيحي مؤجل. ونقول لهم ايه؟ يعني ابني الصغير مش فاهم القيمه الغذائيه للبيضه مثلا او اللبن، مش بقول استنى لما يكبر ويدرس ويفهم القيمه الغذائيه ويقوم يطلب، لا، انا باكله ايه؟ على معرفتي، على ايه؟ على ضمانتي، وما يكبر هو حر. فاذا كان على مستوى البيضه وكوبايه اللبن انا بديله على ضمانتي، كم وكم الايمان. في طائفه اخرى ممكن تعمد صغير بس بتاخر التناول ايه؟ شويه، سن 9-10 سنين، برضه مسيحي مؤجل. كنيستنا ما فيهاش مسيحي مؤجل. من اول يوم يتعمد 40 يوم او 80 يتعمد في المعموديه، يخش يلاقي ابونا فاتح ايه؟ ستر، وحضن الاب عامل له كده، يخش يتناول، ونوصي الام من المعموديه والاب اوعى يفوت اسبوع غير لما يجي الطفل. ليه؟ لان الطفل حسي، يعني بيتعلم من خلال الحواس، ووجدانه بتشكل قبل عقله. فيجي الكنيسه وهو عنده 40 يوم كل اسبوع، عينيه تاخد على منظر الايقونات ومنظر ابونا، ودنه تاخد على الالحان والدف والمثلث، مناخيره يشم ريحه البخور، يدوق العسل دم بابا يسوع، مش كده؟ ايده تلمس الايقونه. فالطفل وجدانه يتشكل من غير احواس، وده اللي يخليه يحس سيدنا بالحنين وقت ما لما يكبر واي حاجه تاخده بعيد. شكرا. لو شم اتغرس، صح كده، صحيح، اتغرس. فالقديس نيقولاوس ابوه إبيفانيوس وامه تونا، وربوه كده بقى، ربوه كده ربوه وغرسوه جوه الكنيسه. وهم فهموا حاجه هي الحلوه قوي. فاكرين موسى الطفل